السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا اسماء نديل، مطورة مواقع ويب. النهارده جاية اقولك ايه هي اهمية البورتفوليو. البورتفوليو ده هو موقع شخصي انت بتعمله لنفسك، بتبين فيه مهاراتك علشان لو شركة انت قدمت فيها او كلاينت عميل دخل يشوف انت بتعرف تعمل ايه، بيلاقيك حاطط الحاجات المهمة في البورتفوليو بتاعك. الحاجات المهمة دي اللي هي ايه مثلا؟ اللي هي مثلا لو انت شغال في البرمجة مشاريعك، لو انت شغال في التصميم الجرافيك ديزاين، في الحاجات اللي انت بتشتغل عليها. لازم يعرف يعني مثلا السي في بتاعك موجود كل حاجة عنك، بس بطريقة اللي هي كرييتيف وبطريقة منظمة، وبتسهل عليه ان هو يعرف ان انت موهوب في الحاجة بتاعتك. فالبورتفوليو اهميته كبيرة جدا. موقع شخصي بتبين فيه كل اللي انت اتعلمته، مهاراتك، واحيانا بتحط السي في بتاعك. يعني الموقع اللي قدام حضراتكم ده موقع بدائي جدا بالنسبة لي. عملته بال HTML وال CSS والجافا سكريبت، لكن طبعا انت ممكن تطوره. انا حاليا اقدر اعمل موقع شخصي بالرياكت، واقدر اعمل بنكست، ولكن ده كان اول حاجة واول موقع شخصي اعمله. الفكرة بس اللي انا عايزة اقولك عليها ان انت شيء مهم جدا انك انت تعمل بورتفوليو شخصي لنفسك، لا يقل اهمية عن البورتفوليو بتاعك على الفيسبوك، على لينكد ان، لا يقل اهمية عنه، ولا يقل اهمية عن البورتفوليو بتاعك على جيت هاب. فده حاجة مهمة جدا، ولازم تبدأ انك انت تشتغل عليها، ان انت تكون معلومات وترتب افكارك وتعمل بورتفوليو شخصي. البورتفوليو الشخصي مهم جدا، سواء على صعيد الشغل او على صعيد انك انت بتبين مهاراتك للي قدامك، وقد ايه انت فاهم، وقد ايه الحاجات اللي انت بتعملها دي قوية. اما انت كفرونت اند مطور مواقع ويب، فانت اهم حاجة عندك انك انت تعمل بورتفوليو علشان تبين شغلك، وتسهل على العميل يشوف انت مهاراتك ايه، ووصلت الليفلز عاملة ازاي. واتمنى يا رب اني اكون افدتكم ولو بحاجة بسيطة.